السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا رب العالمين. كما كتلاحظوا اليوم جيتكم بهذا الطاجين اللي هو طاجين جد رائع وصحي بخضر متنوعة. طاجين متكامل، يعني أكلة متكاملة ولذيذة وجد رائعة، لا في المذاق ولا في المنظر. وشكرا لكم جزيل الشكر. اسمحوا لي على الغياب وعلى اللي ما زرتوش في هذه المدة، اللي الظروف اللي كل شيء راه يمر في هذا الوقيته بواحد الظرف اللي راكم كل شيء عارفينه هنايا. بعد ما قصيت البصلة ودرتها مع اللحم والزيت والملحة وخليتهم هكا يتقلاو. انا ما صورتش معكم يعني هذيك اللقطه كلشي كتعرفوها، انما كنت ما معولاش انني نصور، وقلت علاش لا ما نديرش واحد الفيديو. وتشجعت يعني ودرت هذا الفيديو، بما اني ما عنديش كاع الخاطر انني ندير شي فيديو في هذا الوقيته. فضفت هنايا ملعقه صغيره من سكينجبير وكذلك نصف معلقه من الابزار الاسود، وكذلك نضيفو القزبر اليابس كيجي رائع في الاكل. وكذلك غادي نضيفو الخرقوم، ونحركو هاد العناصر هكا جيدا ونخليهم يتشحروا على نار مهيله. كيف تعرفوا انا راني نطيب في هذا الطاجين اللي هو بالإينوكس. كيف تعرفوا أنا كان عندي واحد طاجين اللي هو بالجرانيت وبدا كيتخبش. كيف كيتخبش صافي ما يبقاش صحي للأكل. في ذلك شريت واحد الطاجين كذلك من الطين ودرت له كاع يعني الطرق، وفي التالي تشق ليا. وشريت هذا الطاجين اللي هو يعني صحي. وغير واحد الحاجة انكم باش تروضوا هذا الطاجين وما يلصق لكمش. كيف تعرفوا ان الانوكس راه كيلصق، غير هو كيبغي النار تكون هادئة. وبالنسبة في الاول كيف تشريوه ضروري تقليو فيه الزيت واحد 10 دقائق، والزيت كتتبخ فيه هكا راه ما يلصق لكمش نهائيا. دائما كيف تشريوه جديد فغسلوه جيدا وقليو فيه الزيت 10 دقائق كيف قلت لكم، وراه ما غاديش يبقى يلصق. هنايا ضفت القليل من الماء، وهذه نخليهم هكا يتشحروا، وهذه نضيفوا الخضر ديالنا. هاد الطاجين يعني صحي، كيف ما يطلقش هذيك المواد السامه، ما يطلقش هذاك الالومنيوم. مع ذلك يبقى الانوكس هو يعني الماده، يعني هذا الاواني ديالها هي الصحيه، عوض هذيك الاواني الاخرى كتطلق هذاك الالومنيوم وهذاك يعني راه ماشي مزيان. وحتى هذوك المقالي بحال اللي كنديروا فيهم البغرير راه حتى هذوك كيقول لك يعني ماشي صحيين. حنا كيعجبونا ملي ما كي يلصقوش وداك الشيء كنديروهم. وهذا هو الطاجين ديالنا ان شاء الله. غادي نضيفو هكايا. درت انايا الخرشف، هذا الخرشف اللي غادي نستفو هكا في الاول. هذا الخرشف راه كان عندي سيمانه. كيف كتجيبوا الخرشف نقيوه ما تقلعولش، يعني ما تحيدولش غير هذيك الصوفه، وحكوه مزيان بالحامض كيجلس حتى اسبوع، يعني باش ما يشد لكمش هكا الوسع يعني في الثلاجه. كيف كتشوفوا هو الخرشف كيكون ربطه كبيره. فنقيته وحكيته مزيان بالحامض، وكيف شفتوا راه عنده سيمانه وبقى هكا. غير غسلته وخص ما تغسلوش. كيف تنقيوه ما تغسلوش حتى النهار اللي تكونوا هادي يعني تطيبوا فيها الخرشف عاد غسلوه. فغادي نستفو هكا بهاد الطريقه. وهذه نزيد الخضر الاخرى نستفها كيف غادي تلاحظوا في الفيديو. وكنشكركم جزيل الشكر، وسمحوا لي انني ما جيتش عندكم لان كنت ظروف، يعني هاد الظروف راكم تعرفوها، اللي يعني هادشي اللي مر على خوتنا الاتراك وعلى خوتنا السوريين. وكندعيو لهم بالصبر، واللي ماتوا راهم مشاو شهداء عند الله سبحانه وتعالى. انهم بقاو فينا هادوك يعني اللي ماتوا راهم مشاو شهداء، فسعداتهم وهنيئا لهم.
واللي يعني بقاو هما اللي راهم متعذبين ومتشردين والاطفال تيتموا، فهادوك هما اللي يعني بقاو فينا بزاف بزاف، وانا اثروا فيا ودخلت واحد الحاله نفسيه اللي هي صعيبه، كنبقى غير كنبكي وداك الشيء ما قدرش يعني انني نسجل شي فيديو ولا ندخل شي قناه، بقيت متبعه غير هادوك الاحداث نتاع يعني نتاع الزلزال في تركيا وفي سوريا، فصافي يعني تأثرت بزاف ومرضت، يعني دخلت في واحد الحالة ما نقول لكمش، يعني كلكم راكم تقريبا شفتوا ما جرى، وان شاء الله نطلبوا يخرجوا من هاد المحنة، وان شاء الله ربي يعوضهم وربي معاهم ويرزقهم ان شاء الله الصبر. كيف شفتوا هنا راني درت اللفت المرة، كيف تعرفوا اللفت المرة فالمغاربة كلهم كيعرفوا هذيك اللفت المحفور، وكذلك زدت اللفت اللي هي تاع الصريم لفت حلوة، وكذلك البطاطا فقصيتهم هكا يعني شوية بالحجم كبير، واستفتهم بطريقة هكا واقفين باش هكا يقدني يعني اتساع نتاع هاد الطاجين، فيتسع لي لهاد الخضره اللي هادي نضيفها في هاد الطاجين. كذلك زدت هنا البطاطا الحلوه، درت هنا واحد الحبه، يعني هنا كل حبه من الحاجه درتها، يعني هذا الطاجين راه متنوع من بالخضار، فكيجي لذيذ وكيجي جد رائع وصحي في هذا البرد. فكيف كتعرفوا في هذا البرد الواحد راهي مزيان هذا الخضر متنوعه. وهنا هذه نقص واحد البصله ونضيفها هكا في الوسط مع واحد الراس او زوج نتاع الثوم، نديرهم هكا في الوسط. وان شاء الله كاع اللي زارني في الفيديوهات الله يقدرني باش انني ان شاء الله نزوركم وندخل عندكم. غادي نزيد هنا واحد الحبه يعني تاع الطماطم، غادي نقصها هكا يعني هكا عشوائيا. فأنا ضفت العطرية أو التوابل في الأول قليتها، دائما التوابل في الأول كيف نقليها مع اللحم يعني مزيان، ما شرملش أنا الخضار، لأن التوابل كتعجبني ملي كتقلى كتجي يعني حلوة، ما كتجيش فيها ديك النسمة نتاع التوابل خضرة كتبقى، غير انما التحميره هي اللي ما كنقليهاش. كيتقلى التحميره او البابريكا كتعطي واحد النسمه اللي هي مره. دائما كنخلي انا الى شي ماكله ضفت فيها يعني البابريكا كنخليها حتى كنضيف الماء عاد كنضيفها. هنا هادي نقص هكا المعدنوس غير باليد ديالنا هكا، فقط اللي بغا يقصوا على اللوحه يقصوا، نديرو هكا في الوسط. اسمحوا لي الا طولت عليكم في هذا الفيديو. انا بغيت نشارك معكم هذا الطاجين المغربي، كل شيء تبارك الله راه كيعرف يدير هذا الطاجين. كل المغربيه كتعرف تصاوب الطاجين، وكل وحده والطريقه ديالها. هنايا غادي نضيف الزيتون مصير حامض، غادي نضيفو هكا الفوق.
نظفتو هكا باش يبقى يعني محافظ على الشكل ديالو. بعد ما طاب هذا الطاجين وحطيته كيكون سخون بزاف، فالزوج ديالي قال لي هذا صوبتيه على شكل فولكا، هذا بقى يخرج هذاك الدخان تاع السخونيه في الوسط. فبقى يضحك معايا، قال لي هذا صوبتي راه فولكا ماشي ماشي طاجين من كثرة السخونيه. قال لي صوبتي على شكل فولكا، يعني الخضر وقفتها هكاك. قال لي هذا جبل تاع الفولكا ماشي ماشي طاجين. فزدت هكا التحميرة هكا الفوق باش تعطي الخضر واحد اللون. جاتني هاك واحد هاك ضفت كذلك كيف شفتو الجزر. شات هذيك الجزر طويله فقصيتها وضفتها هكا لداخل، بعدش نرميوها ولا هادي نضيعوها. وهنايا بعد ما زينت الطاجين هذه نديرو يطيب هو على البوطرها شاعله، وزينته بهذيك الورده تاع قشور الطماطم. فان شاء الله يعجبكم الطاجين ديالنا، وقبلوا عليا وما تنساونيش بالبصمه. جزاكم الله كل خير، واللي ما مشتركش في القناه ويكون جديد داخل عندنا القناه يشترك. فهذا هو الطاجين جد لذيذ ومجمر وخاتر. فنقول لكم شكرا على المشاهده ديالكم اللي وصل معايا حتى لاخر الفيديو، فشكرا جزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو اخر ان شاء الله.